وليه دايما بنلاقي الحوامل بيشتكوا من ضيق في التنفس، وتلاقي الحامل بتقول انها مش قادره تتنفس، وفي المصطلح الدارج بتحس ان في حاجه طابقه على نفسها. ايه الموضوع ده، وهل هو بسبب الحمل ولا في اسباب تانية؟ مع بدايه الحمل بتبدا الحامل تواجه متغيرات كتيره في جسمها. تبدا الاول التغيرات دي واحده واحده. في الغالب اهم حاجتين بتحس بيهم هي التغيرات الهرمونيه والوحم. بمرور الوقت الجنين بيكبر في الرحم، وبالتالي متطلباته بتزداد، سواء من الغذاء اللي بيوصله عن طريق الدم او احتياجه لمكان اكبر يستوعب حجمه، واللي بيزيد بشكل مستمر. ومن هنا بدأنا نفسر ضيق التنفس اللي بيحصل للحامل. أغلب حالات ضيق التنفس اللي بتحصل للحامل بتكون بسبب إن الجنين كل ما بيكبر الرحم بيتمدد عشان يستوعبه، فبيضغط على القفص الصدري، فبتيجي الحامل تشتكي: يا دكتور أنا حاسة إن في حاجة طابقة على نفسي، زي ما قلنا من شوية. عرفتوا بقى إيه الحاجة دي؟ أيوه بالضبط كده، هو الجنين. بالإضافة زي ما قلنا إن الجنين كل ما بيكبر بيحتاج تغذية أكتر، والتغذية دي بتيجي من الدم اللي بيضخه القلب. عشان القلب يخرج كمية دم زيادة ده معناه إن هو هيزود حركته، فبالتالي هيحصل جهد، ده بيسبب برضه ضيق في التنفس. فنصيحتي ليكي لو حسيتي بضيق في التنفس أثناء فترة حملك، ابدأي اعملي تمارين التنفس. حاولي تنامي على جنبك الشمال، حط مخدة تحت ظهرك بحيث ترفع الجزء العلوي منه، فالرحم ما يضغطش بشكل مباشر على القفص الصدري. في كل الأحوال دي التنفس دي حاجة مؤقتة هتنتهي بالولادة إن شاء الله.